وجبنا سمك النهارده، والسؤال دلوقتي ازاي اعرف السمك ده طازه ولا لا؟ والاهم ازاي اعرف انه سمك مزارع ولا سمك بحر؟ وبعد الحلقه دي هتحب قشور السمك، وهتعرف معلومه غريبه جدا، انه في بعض الاكلات البحريه المفروض نعمل لها مساج قبل الطبخ. واخيرا مين السمك المناسب للقلي ومين مناسب للشوي؟ ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من علم تيوب، وحنجاوب فيها على الأسئلة اللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت بخصوص السمك. ونبدأ بأول سؤال، وإزاي أعرف الفرق ما بين سمك المزارع وسمك البحر؟ لو حاولت تعرف من اللون يا أبو خالو، فالألوان الفاتحة عموما دي للسمك الأصلي سمك البحر، أما اللون الغامق وتحديدا الأسود ده بيكون لسمك المزارع. تحس كده إن النسخة الأبيض والأسود من سمكة البحر. تعالوا ناخد اختبار مع بعض، مين سمك الدنيس الأصلي ومين المزارع في دول؟ أيوة ده الأصلي وده المزارع، لكن حتة الألوان دي مش دايما بتبقى صح، لأنه في سمك بحر ولونه غامق زي كده، يعني من الآخر التمييز من حيث اللون بس بيبقى صعب. شايفين كل دول شبه بعض، أهو دول بقى بحر ودول مزارع. وصعب برضو تعرف الفرق من الزعانف، بيبقوا شبه بعض، الفرق القاطع في الخياشيم. يعني مثلا يا سيدي لو دخلت صباعك في الخياشيم وطلعت فاضية كده أو ما فيهاش حاجة أو فيها دم، ده يبقى كده سمك بحر، وده لأن أرضية البحر بتبقى رملة نظيفة. أما بقى لو دخلت صباعك وطلع فيه طين كده يبقى ده سمك مزارع، لأن أرضية الحوض من تحت بتبقى طين. وفي ناس تقول لك كمان سمكة المزارع عند البطن لو ضغطت عليها تلقاها طرية شوية لأنه مش بتتحرك كتير. وده يودينا للفرق اللي بعد كده، إنه سمك المزارع كله بيبقى نفس الحجم، مفيش اختلاف فيه. ليه بقى؟ لأنه بيحطوا السمك في نفس العمر مع بعض في الحوض، بياكلوا نفس الأكل، بيتحركوا نفس المسافة، وبالتالي طبيعي ان كلهم يبقوا نفس الحجم، مش زي مثلا سمك البحر اللي كل سمكة وحركتها واكلها، وبالتالي يبقوا احجام مختلفة. لكن خلينا نقول ان في صيادين بيفرزوا السمك حسب الحجم، وبالتالي حتى العلامة دي ممكن ما تعرفهاش. عشان كده خلينا نأكد تاني انه الفرق القاطع في الخياشيم. سمك المزارع يا ابو خالو للاسف في مشاكل كتير، زي مثلا انه في ناس بتغذي السمك فول صويا معدل وراثيا، وده سبب في الإصابة بالسرطان على المدى البعيد. وفي ناس كمان بيخلطوا مخلفات اللحوم ومخلفات الدواجن والفراخ الميتة مع نشارة الخشب ويدوها للسمك يتغذى عليها. في الحالة دي بلاش سمك مزارع أحسن. لكن يا أبو خالو علشان ما نعممش، لو سمك المزارع هيتعمل بالشكل ده وفي رقابة مفيش أي مشكلة. تخيل إنه ساعات بيبقى سمك المزارع أحسن من سمك البحر، لأنه بياخد تطعيمات ومش بيتعرض للتلوث الكتير الموجود في البحر. يعني مثلا سمك البحر بيتعرض لأنواع كتير من الحشرات اللي ممكن تعيش جوه السمك، عشان كده أول ما تطلعه من البحر المفروض يتجمد على طول عشان الحشرات والطفيليات دي تموت مع التجميد. خد الكبيرة كمان، انت تعرف ان ممكن السمك المجمد يبقى صحي اكتر من السمك الطازة اللي ليه اكتر من يوم، ده طبعا لما يتجمد على طول اول ما نطلعه من البحر، وبالتالي يحتفظ بالقيمة الغذائية بتاعته ونقلل التحلل بتاعه. عشان كده اول ما نصيد السمك نجمده على طول حتى لو هنبيعه في نفس اليوم. طب نيجي للسؤال الثاني، وازاي اعرف السمك الطازة؟ اولا يا ابو خالو اقول لك ان عينها تكون بتلمع زي كده ومفيش سواد فيها، وديلها كمان يكون بيتحرك بسهولة، واهم حاجة تفتح الخياشيم زي كده واللون من جوه يكون احمر او مايل للوردي، مش زي كده، لا ده مش كويس. نيجي لثالث سؤال واهم حتة في الحلقة، وهي طبخ السمك الصح. وقبل ما اتكلم عن الطبخ، تخيل القشور اللي على السمكة من بره واللي بتضايقنا واحنا بننظف السمكة دي، ربنا عاملها عشان يحمي السمكة من تراكم الجراثيم والبكتيريا على جسمها من بره، وبالتالي يحميها من الامراض ويحمينا احنا بعد كده لما ناكلها. طب ندخل في الطبخ، واللي فيه ناس بتقولك ان الطبخ ده فن، انا بقولك بقى ان الطبخ ده علم ساينس، لانه بيدخل فيه كيمياء وفيزياء. انت لما تغلي شوية مية على النار بتدخل فيها قوانين الفيزياء، لما تعمل بيض بيدخل فيها قوانين الكيمياء. في قاعدتين مهمين جدا يا ابو خالو في طبخ السمك، ان يكون فريش وانك ما تطبخوش اكتر من اللازم. فريش دي اتكلمنا عنها، تعالوا بقى ندخل في حتة الطبخ. تعرف ان في سمك مش محتاج اصلا للطبخ وممكن تاكله ني، زي مثلا المكريل وبعض انواع التونه والسكالوب والاخطبوط وكمان معاهم السلمون. يعني مثلا في حاله السلمون انت ممكن بس تحط عليه شويه ملح وتسيبه وتاكله. السمك يا سيدي لو غطيته بالكامل بالملح ما بياخدش ملح اكتر من احتياجه، وبالتالي ما تقلقش مش هيملح.
ايه اللي بيخلي السمك يختلف عن بعضه في الطبخ؟ اقول لك 3 حاجات. اول حاجة الملمس بتاع السمكة، التكستشر وكمية الدهون اللي فيها وسمك السمكة. طب نبدأ برقم 1 وهو الملمس، ودي صورة بتبين لك انواع السمكة المختلفة من حيث الملمس. سمك الكد او القد او زي ما بنقول عليه في مصر البكالاه وسمك موسى ده يعتبر سمك رقيق، وبالتالي ما ينفعش معاه الشوي في الفرن. اما مثلا سمكة ابو سيف او التونة ده سمك صلب فيرم، وبالتالي ينفع معاه الشوي في الفرن. العامل الثاني وهو كمية الدهون في السمك، ودي بتختلف من سمكة للتانية ومن موسم للتاني لنفس السمكة. يعني عندك مثلا سمكة ابو سيف في بداية الخريف بتبقى مليانة دهون، اما باقي السنة فالدهون فيها بتبقى قليلة. القاعدة بتقول يا ابو خالو السمك اللي فيه دهون كتير ده للشوي، ما ينفعش معاه القلي الغزير. وامثلة الاسماك المناسبة للشوي زي البوري والبلطي، بس نخلي بالنا لان البلطي بيستوي بسرعة، ومن حلاوة البلطي كمان انه ينفع للقلي. يبقى زي ما قلنا لو حابين نشوي سمك نختار سمك فيه دهون كتير. اما بقى لو عاوز تشوي سمك فيه دهون قليلة اشويه كامل بالجلد بتاعه، لان الجلد بيبقى فيه شوية دهون وعلشان يفضل متماسك. اما الاسماك المناسبة للقلي ودي اسماك يستحسن ما يكونش فيها دهون كتيرة زي الهامور، التونة، السردين وكمان البلطي. العامل الثالث وهو سمك السمكة، عشان كده حاول تقطع السمكة لشرايح يكونوا نفس السمك عشان كلهم يستووا مع بعض، ما يبقاش في حاجة مستوية وحاجة لا. ونخلي بالنا ان السمك بيفضل يطبخ حتى بعد ما تطلعه من الطاسة او من الفرن لمدة 5 دقايق. سمعك اللي بتقول 5 دقايق ده انا بكون كلتها خلاص. في طرق كتير يا ابو خالو لطبخ السمك، ومنها طريقة التدخين السموكت فيش، السمك المدخن، ودي في منها على الساخن وعلى البارد. ده بيحصل عند 60 درجة مئوية وده بيحصل عند 32 درجة مئوية، وهنا بيحصل تخمير للسمك والسمك بيجف تماما وبيخلوه هنا كام يوم. طب نيجي للأكلات البحرية اللي محتاجة مساج قبل الطبخ زي مثلا الأخطبوط. أي أكلات بحرية يا سيدي فيها كولاجين عالي، لو ما طبختهاش صح تبقى زي البلاستيك. يعني مثلا العضلات في الأخطبوط فيها 5 مرات كولاجين أكتر من أي سمك عادي. عشان تطر الأنسجة الكونكتيف تيشو المفروض تعمل له مساج قبل ما تطبخه. أنا مش بهزر، ده صح فعلا الكلام ده. أو ممكن تجمده وتسيبه يفك ببطء بيدي نفس التأثير. ما ينفعش تاخده كده وترميه في المية المغلية على طول، الأحسن إنك تغطسه في المية السخنة لثواني وترفعه وتغطسه وترفعه وتغطسه وترفعه، وتعمل كده 5-6 مرات. أول ما تبدأ الأجزاء دي تلف كده ممكن تحطه في المية وعلى حرارة واطية جدا. المية المفروض تكون سخنة بس مش بتغلي جامد، وتسيبه لمدة ساعة هتلاقي حجمه صغر لأن البروتين بيتكسر ويقل في الحجم. طب نيجي للرخويات اللي فيه منها 150 نوع زي القواقع وغيرها، ودي لازم تطبخ مرتين. يعني ما ينفعش بس تقليها أو تغليها على طول، وإلا هتبقى صعبة معاك ومش هتبقى سهلة في أكلها. الأفضل إنك تطبخها ببطء سلو كوكينج، يعني حطها في حلة فيها مية وشغل النار على حرارة واطية جدا وحرك، وأول ما المية تبتدي تسخن صفيهم وتبتدي تقليهم عشان يحصل تفاعل ميلارد رياكشن، وده يا سيدي اللي بيديهم الطعم والريحة الحلوة. تفاعل ميلارد ده تفاعل ما بين السكر والبروتين، عشان كده يفضل لما تيجي تطبخهم تحط كربوهيدرات اللي هو السكر يعني، واستخدم كمان الزبدة لأنها بتحسن طعم السي فود أو زيت الزيتون. واخيرا يا ابو خالو مين احسن، سمك المياه العذبة ولا سمك المياه المالحة؟ اقول لك الحتة دي عليها تضارب في الاراء. في ناس بتقول لك انت لو بتدور على سمك فيه دهون صحية خليك في سمك المياه العذبة، اما بقى لو بتدور على بروتين عالي فخليك في سمك مياه البحر. طبعا السلمون والمكريل دول استثناء لانهم اسماك فيهم دهون عالية. وفي ناس كمان بتقول لك انه سمك المياه العذبة عشان ما فيهوش تلوث الزئبق عالي زي سمك مياه البحر فيبقى احسن. اقول لك كمان لو انت مش بتحب السمك عشان ريحته خليك في سمك المياه العذبة لانه طعمه اخف شوية وما فيهوش ريحة البحر زي سمك البحر. سمك البحر بيختلف عن سمك المياه العذبة انه بيطلع الملح من جسمه، بيعمل حاجة اسمها الاسموزيس ريجوليشن، ايوه الخاصية الاسموزية اللي درسناها في الابتدائي، لان الملح بيطلع من التركيز العالي للتركيز الاقل، والتركيز العالي هنا اللي هو جسم السمكة لانه سمك البحر مليان ملح، وبالتالي تلقاه يفقد ملح ومية كتير من جسمه، على عكس سمك المياه العذبة اللي بيمتص الملح. قولوا لنا لو ليكم اي تركات في طبخ السمك او اسئلتكم بخصوص السمك عموما. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. اشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم. علم تيوب is good. علم تيوب is good. وفقرة الشعر النهاردة مكملين مع الشاعر فاضل أصفر وأبيات شعر جميلة جدا من شعر الحكمة. تعال نسمع بيقول ايه.
كم من فقير صحيح طاب مرقده، وكم ثري من الأوجاع لم ينم. وكسرة الخبز في أكناف عافية ألذ طعما من السلوى مع السقم. كم من لسان بحلو القول يلسعنا لما يدس نقيع السم في الدسم. من عامل الناس بالإحسان يملكهم، إن النفوس لتهوى كل محترم. ومن أساء فمحقور بأعينهم، من مفرق الرأس حتى أخمص القدم. وطالب العدل من معتاد مظلمة، كطالب العطف من ذئب على غنم. وسائل الناس متروك لخيبته، وسائل الله لم يحرم من النعم. وسائل الناس متروك لخيبته، وسائل الله لم يحرم من النعم. سائل الله لم يحرم من النعم.